السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قصة وحكاية. حكايتنا اليوم عن ظاهرة غريبة ولكن مش عجيبة، ظاهرة بتحقق المثل اللي بيقول يخلق من الشبه 40. وفعلا شفنا الشبيه وشفنا الشبه الواضح اللي انتوا شايفينه قدامكم. ترى عرفتوا شبيه مين فوق الناس بيه والكل قال عليه مين؟ كل التفاصيل هنتكلم عليها، بس الأول نصلي على حبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام. الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي والفيديو اللي شايفينه ده حقيقي، بس مش للشيخ الشعراوي، ده لشبيه الشيخ الشعراوي. تصدقوا كل الشبه ده؟ ظهر شبيه الشيخ الشعراوي رحمه الله في مسجد الحسين بنفس اللبس ونفس النضارة السوداء، نضارة الشمس اللي كان مشهور بيها الشيخ الشعراوي. والكل بيناديه ويقول له يا حبيبنا، والكل بيقول له انت فكرتنا بأغلى رجل دين عندنا. وكل ما بيشوفوه الناس بيفتكروا مين؟ بيفتكروا الشيخ الشعراوي رحمه الله، أشهر مفسر للمعاني القرآن الكريم في العصر الحديث. واستطاع الشيخ الشعراوي أن يبسط التفسير والوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور. واللي حظه حلو عاش في عصر الشيخ الشعراوي وتمتع وعرف وفهم تفسير القرآن الكريم عن طريق الشيخ الشعراوي. امتاز الشيخ الشعراوي بطريقته البسيطة، وكنت تحسه انه واحد مننا وهو بيحكي وبيفسر القرآن الكريم وبيبسطه لينا. ربنا يرحمه برحمته الواسعة. توفي الشيخ الشعراوي رحمه الله يوم 17 يونيو سنة 1998 بعد صراع مع المرض، ولكن ذكراه العطرة لم تنتهي، ووجوده دايما معانا بنفتكره في كل مناسبة. ودايما بنفتكر الشيخ الشعراوي اللي عصر الشيخ الشعراوي، مش ممكن ينساه. ولما بنحتاج لغاية دلوقتي، لما بنحتاج لتفسير كلمة أو نحتاج لنصيحة بندور على الفيديوهات بتاعته وبنسمعها. ربنا إن شاء الله يرحمه. شبيه الشيخ الشعراوي يعاني من تجمع الناس حواليه والتقاط الصور معاه، وقال كلهم بينادوني في الشارع علشان يتصوروا معايا. وقال كمان ان انا عارف هم مش بيتصوروا معايا انا، هم بيتصوروا في احساسهم الداخلي انه بيتصوروا مع الشيخ الشعراوي. حبوني علشان بيحبوا الشيخ الشعراوي، وقال شرف ليا ان ابقى شبيه للشيخ الشعراوي. وقال كمان بيجمعوا عليا في المسجد، مسجد الحسين، وأي مسجد بروحه بيتجمعوا عليا الناس وبيخلوني أصلي. يا دوب وقت الصلاة مجرد ما بينتهي بلاقي الناس كلها حواليا، كل الناس اللي عايزني أدعي له واللي عايز ان اتصور معاه، والكل بينادوني والكل بيفتكرني ان انا الشيخ الشعراوي. ربنا يرحمه برحمته الواسعة. اتمنى منكم قراية الفاتحة للشيخ الشعراوي، وأتمنى منكم دعوة من قلوبكم الصادقة بالدعاء لموتانا وموتى جميع المسلمين بالرحمة والمغفرة إن شاء الله، وشفاء مرضانا ومرضى جميع المسلمين إن شاء الله. أشكركم والسلام عليكم.